بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم ان شاء الله في الحلقه الرابعه مع الحاج محمد عباس في مواصفات والتقليب للحمام الشلباز. طبعا احنا المواصفات والتقليب تحديدا خلصناها واتكلمنا بدقه طبعا على الشاشه مع الحاج محمد، وعرف الناس كلها العيوب اللي بتتورث والعيوب اللي انا ممكن اتقبلها واربي بيها الحمام. طبعا منورنا استاذ عبد عرابي، منور الدنيا يا حاج عبده. نورنا ربنا والله. يخليك يا حبيبي، ربنا يخليك يا حاج محمد. بص يا حاج محمد، احنا دلوقتي اتكلمنا في العيب المتورث اللي انا ابعد عنه عشان برضو الناس ما تضيعش وقت على الفاضي في الحمام تمام ويضيع سنين، وممكن يبقى هو مش فاهم ان العيب ده مش عارف يخرج منه عشان العيب بيتورث اصلا. تمام تمام. والعيب المقبول اللي انا ممكن اضيع من ايدي فرد حمام قيمته كويسه جدا، بس انا اشوف فيه عيب انا افتكره انه هيتورث وانا عادي ممكن اخرج منه. تمام زي طبعا ما حضرتك يعني وضحت للناس وكده. حاليا سوق الحمام في مصر او الذوق العام في مصر ابتدى يروح للحته اللي حضرتك كنت بتتكلم فيها، الحمام الواطي واللي رقبته قصيره والكلام ده كله. فاحنا عايزين نوجه الناس صح ونعرفهم ان الستاندر ازاي احافظ عليه، ولو جه عندي فرد حامل اللي فيه الذوق اللي بنتكلم فيه ده اخليه ولا اخرجه، ولا يعني عايزين نوجه الناس عشان الحمل الستاندر ابتدت تقل اصلا. بسم الله الرحمن الرحيم. انا عايز اقول للناس ان زي ما انا قلت، انت مربي، ما تدورش على حمامه الناس بتجري وراها. ما تدورش على حمامه انت مش مقتنع بيها. اولا انت لازم تبقى مقتنع بالحمامه، دي نقطه مهمه جدا. لو انت مش مقتنع بالحمامه خلاص مش هتعرف تربيها. الحمامه اللي احنا بنتكلم عليها احنا بنقول ده جين. رقبه قصيره، الشقلباز اصلا بيبقى رقبته ولا قصيره ولا طويله، يعني بتبقى باينه ان هو فرد حمام شقلباز. تمام. الرقبه القصيره قوي في الشقلباز ده جين جوه الشقلباز. بيبقى فرد حمام زي اللي رجله صغيره، رقبته صغيره، حجمه صغير. فاحنا لما بنركز على الجين ده خلاص احنا عملنا المستوى ده. تمام. طيب في حد بيحب المستوى دوت، خلاص مفيش مشاكل. بس انا بقول ان رقبه قصيره ده مش ستاندر في الشقلباز، ده جين برضو بنسحبه. جناح نزل ده برضو جين بنسحبه. حمامه لازقه في الارض قوي برضو ده جين بنسحبه. وده شيء جميل، الناس لو حباه بتشتغل عليه. تمام. لينا طبعا مربين اصدقائنا بيحبوه في ليبيا، حمامه شكلها عالي، ديكور عالي، مفيش مشاكل، بس يبقى عندك الحمامه بتاعتك. بالظبط، عشان كده سالته السؤال ان في ناس بتخرج الحمام السلاكه بتبيعه. لا، الحمامه الكويسه اللي حجمها كويس، مواصفاتها كويسه، اشتغل عليها. ده دم انت هتبدا فاتح بيه الداير على طول. تمام. هتبدا فاتح بيه الداير على طول. انما انت لما تبيعه الحمام ده في يوم من الايام لما يشتغل معاك ويبقى نسبه الاعاقه عاليه، يبقى انت بوظت دمين. بالظبط. يبقى انت ضيعت الدم اللي هو الستاندر، اللي هي الحمامه اللي هي الوسطيه، اللي خرج منها الحمامه اساسا اللي هي انت سحبت منها الجين ده. بالظبط. فتبقى عندك كدم ان انت تشتغل بيه وتبدا يعني انت بتجود بقى في الحمامه بحيث ان انت توصل لاعلى مستوى. زي ما انا قلت طبعا في الحلقه الاولى ان انت بتسحب زي عصاره القصب لحد ما توصل للنقطه. اخر نقطه. انت خدت اخر نقطه، دي هي اجود حمامه واجمل حمامه. طبعا دي محتاجه صبر. طبعا صبر سنين. يعني الناس مش مثلا يجي يحط لقوا على بعضه مع اول فرخ ثاني فرخ الكلام ده كله ما يلقطش معاه فيروح جاف. لا، ده انا باخد الفرد الحمام القوي، باخد الفرد الحمام القوي من الفرخ واشوف له فرد حمام قوي تاني اركبهم على بعض. خلاص انا عملت دم قوي، اخد الاثنين دول الاقوياء دول خدتهم جابوا لي دم وجين قوي اشتغل عليه برضه. تمام. اجيب برضه دم قوي. اذا انا شغال عمال اعمل استندرات قويه، عمال اعمل استوكات، عمال اشتغل في استوكات كلها قويه. انما انا اخد حمامه قويه واقول بقى دي حمامه يعني بسيطه كده او بتاع عشان افتح الدايره، لا ارجع لورا. خلي الدايره مقفوله معاك شويه واتعب واجتهد عشان تقدر توصل للجين القوي اللي انت عايزه. تمام. لو وصلت له خلاص هتبدا تجيب جين تاني، وصلت له هتجيب جين تاني. طب ما وصلتلوش يبقى انت هتيأس. بالظبط. خلاص يبقى احنا دخلنا كده في 6 شهور سنه، وقال لك لا الموضوع بالنسبه لي مش يعني الناس تحافظ على الحمام اللي عندها، الحمام الستاندر، الحمام الوسطي، الحمامه القصيره، الحمامه الجميله اللي قرتها عاليه، حمامه يكون كف رجلها على الارض. انا مش عايز حمامه تكون لازقه قوي. ايوه اللازق قوي هيجي جين، انا قلت عليه هو جين جوه حمامه. بدليل الحمد لله يعني الحمام عندي بفضل الله ما ركبش عليه حمام، ما دخلش عليه اي نوع حمام، والحمد لله رب العالمين بيفرخ الجين القوي القصير اللي لازق على الارض. وحضرتك مثبته وشفناه طبعا مستويات بفضل الله يعني اللهم لك الحمد. فانت هتقول مثلا لا انا اول ما انتج اجيب حمامه لازقه على الارض، لا دي محتاجه تعب شويه. تمام. لازقه على الارض يبقى انت لازم تاخد حمامتين من اللي لازق على الارض ده وتشتغل بيهم، واللي يطلع منهم لازق على الارض تجيب له حمامه ثانيه تشتغل بيها، يبقى انت عملت جوزين. الجوزين دول هتفضل تشتغل عليهم شويه لما تعمل منهم 4-5 تجواز عشان توصل لجد اولاني. ما وصلناش لجد تاني لسه، ولا نسب ثالث ولا رابع ولا خامس. كله محتاج من 3 ل 4 سنين زي ما حضرتك قلت. بالظبط. وكل ما هتطول في يعني في المده او في السنين او في العمر،
انت كده بتوصل لاعلى المستويات. تمام. انما طب لو حسيت ان الحمام معايا مع الوقت بيتطور في النزول ومش عارف ايه والكلام ده كله لحد ما الحمام وصل لمرحله الذكر ما بيعرفش يعني ينتج مع الانتاج بسبب القصر قوي، بدخله الحمامه الستاندر بتاعت القديمه بالظبط عشان ارفع الجسم سنه يبدا يشتغل يعني تاني. الحمامه الستاندر القديمه هي المرجع ليا في كل الفرخ، بالظبط وجودها اساسي في اي سلاكه. بالظبط، هي جت منين؟ بالظبط. فادخله الحمامه اللي اعلى سنه، مجرد ما ادخله اللي اعلى سنه. وانا بقول للمربين انت لما تدي حمامه لازقه قوي لحمامه لازقه قوي انت هتتعب قوي. بالظبط، هتتعب قوي وهتتبهدل. الفتره اللي فاتت ناس تطلع علينا بتوجه الناس ان ده الستاندر بتاع حمامه ولازم نرجع له الدرجه الاولى والدرجه الثانيه والدرجه الثالثه. لا 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 لا، احنا الكلام ده احنا بنوعي الناس لا لا لا، اللي يتكلم في حمامه ستاندر انا اسف يكون يعني مع احترامي للمربين كلهم على راسي، يكون عنده باع في العمر بالظبط في الحمام. يقول لي انا مثلا انا بربي بقالي 25 30 سنه، خلاص ابدا اخد ودي معاك ونتناقش. تمام. انما ما تبقاش انت مثلا متربي بقالك 5 سنين او 7 سنين او 10 سنين وتيجي تقول لي اصل هي دي الستاندر. طب انت حضرتك من 20 سنه كنت فين عشان تقول لي الستاندر؟ تمام. لا، كان في حمامه قبل انت حضرتك متربي انت ما شفتهاش، احنا طلعنا منها الحمامه دي. احنا لو هنتكلم بقى باللي حضرتك اتكلمت فيه اللي هو عشان خاطر اعمل جيل واثبت حمامه وشكل من 3 ل 4 سنين، فالراجل اللي بقى له 10 سنين ده 5 سنين ما لحقش يثبت حاجه اصلا. ما لحقش، هو اشترى مجهود واحد تعب فيه. يعني في ناس مجتهدين، اخ عبده مجتهد طبعا، تمام. يعني مجتهد وبيتعب. في ناس مجتهدين، في ناس بتاخد الحمام من عندهم. طبعا والله ما اقصد حاجه، يعني ممكن ياخد الحمام من عنده ويقول مثلا هي دي الستاندر. لا، انت مش عارف، دي حمامه جميله طلعت عند عبده او عند محمد او عند احمد او عند اي مسمى. الحمامه الجميله دي طلعت، انت لو ما عرفتش تشتغل عليها كويس انت هتتعب. ايوه بالظبط، انت هتتعب لان صاحبها اصلا لما طلعت عنده الطفره دي تعب. الطفره الجين اللي انت بتسحبه ده انت بتستخلص زي ما بقول عصاره قصب، بتفضل تعصر 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 عشان توصل. تمام. هو يعني عصاره القصب دي انت مجرد ما دخلت فيها زي ما قلت العود، اول ما تدخل العود كده اللي هينزل كميه بسيطه، هينزل نقطه صغيره. النقطه الصغيره دي الحمامه القصيره، هي دي الحمامه القصيره اللي حجمها صغير اللي جسمها صغير اللي انت بتستناها الطفره اللي بتطلع كل فتره دي. تمام. انا في مربي حاببها تبقى موجوده. طب في مربي عايز الستاندر، القوره العاليه، الجمال، العظم الرفيع، الحمامه القصيره اللي اعرف انتجها. ما هو المشكله ان الناس دي ما لحقش تعمل حاجه، ما فيش تاريخ، ما فيش خبره، وبيطلع للناس يديهم معلومه. ما هو دي المشكله بقى. ما هو انا لما اجي اسمع من اخ، لازم اسمع الاول هو عنده درايه، هو عمره قد ايه. النهارده لما بتيجي انت حضرتك بتسافر بره بيقول لك هات لي شهاده خبره. تمام. اقل حاجه شهاده الخبره قد ايه؟ اقل حاجه 10 سنين مثلا، ده في شغل. لا، اقل حاجه 5 سنوات. تمام. ال5 سنوات دول اللي انا قلت هتجتهد فيهم عشان تبدا يبقى عندك اول بصمه. بالظبط. انا ما قلتش ان انت هتبقى اول بصمه 5 سنوات. طب بعد 10 سنين لا، ده انت كده في وصلت، يعني بدات توصل. طب 15 سنه لا، ده الموضوع كبر. ده كده 15 سنه، ده الراجل فعلا 15 سنه بيجتهد. ايوه. وال15 سنه عمال يركب ده ويجيب انا كل سنه عن سنه بتعلم حاجه. ده في مجهود وفي شقه وفي تعب. انما انا بعد سنه 2 3 طلع طفره جامده ابيعها زي ما قلنا في الحلقه الاولى، رجعت للصفر تاني. خلاص نزلت للصفر تاني وارجع ادور، يبقى انا ما ثبتش الجين اللي انا سحبته واستخلصته من العصاره من المكنه اللي بقول عليه، انا كده راح مني في لحظه. تمام. فاحنا عشان كده انا برضو بعرف الناس وبوجه لهم كلام دلوقتي، ان انا زي ما قلت في اول الحلقه خالص، احنا مع الحاج محمد عباس والناس كلها عارفه مين الحاج محمد عباس. انت بتاخد المعلومه من هنا، ما تراجعش ورانا في اي حاجه ثانيه خالص. الله يحفظك. ويا ريت تسمع المعلومه من الناس اللي لها خبره وليها سنين في المجال. معانا طبعا الاستاذ عبده عرابي، عايزين نسمع منه برضو رايه في الحته بتاعه الذوق العام دلوقتي اللي احنا رحنا له والكلام ده كله، ويقول لنا رايه ايه في الحمامه والحمامه الجديده علينا. هي مش جديده، الحاج محمد قال ده بيطلع من سنين، بس الفتره دي الناس بتوجه الناس اللي لسه بتربي ان هي دي اساس الحمامه والشلباصه. ايوه استاذ، ازيك عامل ايه؟ السلام عليكم. بص برضك انا رايي من راي الشيخ محمد، انا ما بربيش الحمامه اللي هي الطفره اللي هي بتبقى طالعه رقبتها قصيره خالص ورجلها قصيره خالص دي، لان انا ممكن افرخ منها في السنه زغلول واحد، وده مش محبب ليه، ده بيعطلني. انا لو هفرخ الحمامه الستاندر اللي هي تبقى متناسقه في كل شيء، رقبتها متوازنه، رجلها متوازنه، حجمها متوازن، وشروالها جامد عشان برضك ما نتهربش من حته الشروال، وانتج منها 10 اللي هو هيطلع منهم برضك من 10 فيهم واحده طفره اللي مثلا الناس دلوقتي بتتكلم فيها. اما الحمامه اللي هي الطفره دي، انا ايه اللي يخليني اقعد احط مثلا حمامتين على بعض رجليهم عامله زي رجل النمل على الارض يقعدوا سنه يفرخوا زغلول؟ انا استفدت ايه؟ والزغلول ممكن مثلا يجي له مرض يموت. تمام. لا، انا اشتغل بالحمامه الستاندر اللي هي بتاعتنا الاساسيه، اللي هي بتجيب اصلا الحمام ده وعملت الحمام ده كله من زمن لما خدنا من الناس اللي قبلينا واللي شغالين، وبعد كده برضك الناس اللي بعدين هتستلم مننا.
فيستلموا الحمام الستاندر اللي هو بيعمل حمام، مش الحمام اللي هو هيقف في طريقه. ده النقطه اللي حضرتك بتتكلم فيها ان حضرتك طبعا استلمنا من الجيل الكبير والاساتذه بتاعتنا. ما طبعا هتيجي مع العمر سنه الحياه طبعا هتسلم الجيل اللي بعدك. فتيجي تسلمه تلاقي بقى حمامه تسلمها له، ما تلاقيش مفيش حاجه تسلمها له. انا هسلمه ايه؟ انا لازم اسلمه حمامه يشتغل بيها، مش هسلمه حمامه تقف في الطريق وتعمل له اعاقه. ما هو ده هيعمل له اعاقه اللي هو هيفرق ممكن زغلول في السنه. لا فرقه يعني لو عرف يطلعه، لان الحمام الجامد قوي ده مش اي حد بيطلعه، عايز ناس عندها خبره زي ما الشيخ محمد قال لك كده، عندها 10 سنين 15 سنه. احنا ساعات بنلزق الزغلول بال 20 يوم من رجله من هنا ومن هنا عشان يعدي، عشان يطلع سليم. مين بقى اللي عنده الفكر اللي هو يعرف يلزق الزغلول ويخليه يطلع؟ الناس اللي داخله جديده دي عاوزه حاجه تبقى سهله. ايوه عايزه تفرق وتفرق. هو للاسف الناس اللي بتبقى داخله جديده في الباب مفكرين ان مفيش عيوب ومفيش تعب، لا بتحط حمام على حمام بيفرق. والمستوى كل ما بيعلى كل ما مناعته بتضعف. ايوه لا انا قصدي ان احنا بنقابل برضو مشاكل، حمام رجله مفتحه، حمام رجله راجعه، حمام مش عارف ايه. الحجم قد كده مش مناعته ضعيفه بالظبط. فانا لما اجي اربي زغلول مثلا قد كده طالع بعد سنه من قص واحد، لا احنا بنتكلم فيه اللي رجله صغيره خالص ورقبته صغيره خالص وحجمه قد كده، هيجي له مرض هيشيله. ما هو ده الزغلول انت طلعت بيه. هتقول ايه ده الزغلول انا فرقت طول السنه هو مات؟ اما لما فرق ل 10 حتت جامدين كلهم جامدين، فهو مش نقط قليله، واحطهم على بعض واشتغل عليهم واطلع بيهم زي ما الشيخ محمد قال قدام. ال10 حتت دولت هيبقوا 5 تجواز، ال5 تجواز دولت اقل حاجه مثلا ربنا ممكن يكون وراهم بطفرتين 3. يبقى انا الحمام اللي انت بتحبه ده برضك موجود وطلع كتير، وسحبت الجين بتاعه من نفس الحمامه، من نفس الحمامه اللي احنا شغالين بيها. والجامد اللي هو جامد برضك ده ما ينفعش يتفرط فيه، لا نديه للناس والناس تشتغل بيه. ولما يطلع جامد عندهم زي اللي هم بيحبوه، يا جماعه لازم تفهموا ان الطفره انت تعملها مش هتشتريها. مالهاش لا ما هي ما لهاش قيمه طالما انت بتشتريها، مش هتعرف تشتغل عليها. تمام. ما تجيبليش طفره تحطها على طفره وتقول انا هشتغل بيها. بالظبط. عشان كده برضو الطفره وعصاره المجهود وعصاره التعب اللي الحاج محمد بيتكلم فيه دي بيبقى لها قيمه وليها سعرها عند المربي بتاعها، وحمامه لها قيمه كبيره. وهو في الاول طبعا قبل ما ننسى الفضل كله لله عز وجل والتوفيق من عند الله عز وجل. فيعني هو ان احنا بنجتهد والله عز وجل هو اللي بيوفقك انك توصل للشيء ده، هو بيوجهك الله عز وجل. يعني الله عز وجل يوجهك لشيء انت تلاقي نفسك بتجتهد فيه، فتلاقي الموضوع بالنسبه لك متيسر وسهل. الله المستعان. نتكلم في نقطه ثانيه يا حاج محمد. الالوان اللي غير الابيض، ابتدينا الفتره اللي فاتت نحس ان اللون بيقل، الاصفر ما بقاش موجود بكثره زي الاول، والمستويات الجامده اللي كانت عند حضرتك وعند الجيل القديم، الاحمر نفس الكلام، الاسود نفس الكلام. فليه الالوان ابتدت تقل جامد والمستوى الجامد فيها بقى قليل؟ زي ما قلت لحضرتك في الحلقه الاولى ان الناس تتراكد كلها للون واحد. انا لما يعني سئلت في يوم من الايام ليه مثلا ما ربيتش نوع حمام معين، الاخوه الافاضل اصدقائي في ليبيا طبعا كانوا بيربوه نوع حمام، فانا رديت طبعا قلت لا انا يعني ما ربيش حمامه انا ما بحبهاش او انا مش غاويها. ليه؟ في مربي بيحبها يربيها، في مربي ما بيحبهاش ما يرباش. ليه؟ لان هتقع منه سهل. تمام. فاقرب وقت واقل دروب هيسيبها. فانا بقول للمربيين البيت اللي بتحبه اللي بيعشق الاسود ركز في الاسود، ركز في الاسود مالكش دعوه بالابيض والطلب على الابيض، وسيبك من الابيض والاحمر والاصفر وكل الالوان. انت بتحب الاسود ركز في الاسود. عايز اخش عندك الاقي 20 جزء اسود، 20 جزء جامد. عايز اخش اتفرج الاقي 30 40 جزء اسود جامد، مستوى مفيش بعد كده. انت بتحب الاسود. الابيض شغال، انت اعرف ان انت ممكن يعني خلاص انا حابب ابيض، خلاص مش مشكله، سعره غالي شويه مش مشكله، ادفع واجيب جزء ولا حاجه يبقى قدامي. انما ما ضيعش مجهود اسود عشان انا السوق لقيته شغال في الابيض بالظبط او في الاصفر او في الاحمر، اركز في الاسود. وبالتالي في الاصفر انا كمربي بقالي عمر ما بحبوش، والناس كلها عارفه كده، ما بحبش الاصفر، ما بحبوش، فما ضيعتش وقتي فيه. لو كنت اجتهدت في الاصفر نص اجتهادي للابيض كنت زمانك النهارده لقيت عندي مثلا 10 15 20 جزء مستويات خارقه، بس ما بحبوش. مع ان حضرتك بتحب الاحمر. سبحان الله، يعني بحب الاحمر. هم دايما اللون دول مرتبطين ببعض، الاصفر والاحمر. سبحان الله من زمن يعني كان في مربي فاضل اخ احمد علي طبعا كان عنده صفر ملهاش حدود. ما شاء الله ملهاش حدود. واحمد بيحب الاصفر جدا، فاحمد كان عاجبني، كان عنده الابيض وكان عنده الاصفر، بس احمد كان بيحب الاصفر. فكنت لما تروح تشوف عنده مستويات صفر تلاقي حمام جامد قوي ما شاء الله، تلاقي اقرع جامد قوي وبرنيطه جامد قوي، وعنده بقى الراجل بيحب الاصفر. فاحمد كان بصمته جامده جدا في الاصفر. فالناس لو كانت تاخد من المربين الكبار الحمامه وتبدا تشتغل عليها، انا ما
مفيش حاجه اسمها مربي يقول لك اصل انا بحب الالوان كلها. لا، انا محمد عباس بحب الابيض والاسود. يعني كل لون، كل واحد بيحب لون بيركز فيه. بحب الابيض والاسود، وكل لون عندي يعني يعني انا بحب الابيض قوي. هتلاقي مثلا من الابيض لو هنتكلم في الامثله مثلا 10 15 20 30. طب الاسود هتلاقي مثلا 5. لا، انما لما اقول لك انا الابيض بحبه لازم تيجي تتفرج عند محمد عباس على ايوه ما شاء الله. على كم ما شاء الله لا قوه الا بالله. على كم من الشقلباظيات على مستوى كتير من الابيض، وتشوف يعني انت تتفرج على كذا بيت. ما ينفعش ان انا اتفرج على بيت واحد ذكر واحد نتايه واحده. فطبعا ما شاء الله ربنا يبارك لك يا حاج. الناس طبعا احنا برضو يعني بوجه رساله للاخوه الافاضل اللي ممكن ما تكونش شافت. احنا بنقول يعني يقول للمربي فرجني على حمامه ما بتبيعهاش. لو حبيت تتفرج على حمامه في مصر قول للمربي كده بالظبط، قول له فرجني على حمامه ما بتبيعهاش. هتوصل بقى هتتفرج على اللي انت عايزه. بالظبط. انما لما تيجي تقول له انا عايز حمامه وبس الحمامه دي متعبه طب هو يفرج ازاي؟ هو اجتهد وتعب، انت قفلت الباب من قبل ما تخش، انت قفلت الباب على نفسك. بالظبط كده. فاقول له فرجني حمامه انت ما بتبيعهاش وربنا يمنها لك الف بركه. وبوجه الناس اللي تتفرج على حمام تبارك الحمام وتقول لا قوه الا بالله، وتقول تبارك الرحمن ما يحسدش غصب عنه. وتقول اللهم بارك، عشان الحسد هيقع. انت مجرد ما بتقول كده ان شاء الله مش هيبقى في حسد. بالظبط، تامن نفسك وتامن التاني. طبعا لان ده تعب مجهود سنين المربين. المربي بيبقى تعبان في الحمامه يعني عمر، وتيجي انت حضرتك تشوف الحمامه يا نهار ابيض ايه ده يا اخي حرام عليك اتق الله. قول تبارك الرحمن صح، واتمنى له الخير ربنا يديه. بالظبط، ربنا يخليك. الله يحفظك. دلوقتي احنا بنتكلم برضو في حاجه مهمه جدا. قله المعارض، ابتدت الاحداث او الايفنتات اللي في مصر تقل. ما بقاش في معارض كتير، ما بقاش في فرق كتير للحمام الشلباز. فعايزين برضو ان الحاجات دي ترجع تاني. الناس كلها، الحاج محمد عنده حمام قوي ما شاء الله يفرج الناس، عبده عنده حمام قوي يفرج الناس، والناس تبدا يعني حتى يبقى في الفه بين المربين في الشلباز. والله بالنسبه للمعارض، هي المعارض عندنا طبعا اللي حصل فيها كده بسبب كورونا. تمام. وبدات الناس حتى اللي ساكنه جنب المعارض اللي كنا بنبقى عاملين فيها الحمام كانت الناس بتشتكي. وطبعا المعارض في اماكن راقيه، يعني كان في مدينه نصر وكده، فالناس كانت بتمنع المعارض وتبلغ على بعض في المعارض ان مش عايزين حمام. تمام. انما احنا ممكن نعمل لنفسنا مكان باذن الله، يعني في العاجل القريب، يعني ان احنا نعمل لنفسنا مكان نعرض فيه مستويات قويه. انا طبعا بحكم ان انا كنت بحكم في المعرض، انا ما كانش ينفع ان انا انزل حمام. أيوة بالظبط. الحكم مش ينفع ينزل حمام، تمام. فكانت الناس ما بتشوفش حمام ليا خالص. فانما لو يبقى في مكان الناس بتعرض فيه حمام، والمكان طبعا يبقى كل المربين طبعا متوجهين جايبين افضل حمام واقوى حمام، الناس تستفيد بالخبره. يا ريت الفتره اللي جايه نشوف الحاجات دي، تتفرج على الحمام وتشوف المستويات القويه اللي ممكن ما بتتعرضش في السوق ولا بتتعرض على النت. بالظبط، هتبقى بيننا وبين بعضينا، حتى اعرف انا وصلت لايه بالظبط. يعني انا مثلا، انا راجل بقالي مثلا 5 6 سنين قافل على نفسي وجبت حمام واشتغلت. لما انزل انا المعرض ولاقي عبده نزل بحمامه شكلها مختلف عن حمامتي، والحاج محمد طبعا الاستاذ اللي نرجع لحمامه في الاول وفي الاخر في مصر، الله يحفظك. الله يحفظك. ينزل بحمامه انا هعرف انا وصلت لايه، ايه الديفول اللي عندي ممكن اعديه، ايه اللي محتاج يخش على حمام عشان اظبطه. ايوه، ما افضلش واقف عند ليميت معين وابقى انا فاهم ان انا كده انا عندي حمام مش عند حد. ده اللي بتكلم فيها، مهم عيني يعني. ما انت ما اتفرجتش. يعني انت ما اتفرجتش، بالذات ان كمان العرض على الفيسبوك وعلى النت والبوستات والكلام ده كله ما بيوضحش برده فرد حمام زي ما يكون في الحقيقه قدامي. طبعا اذا كان فيديو او صوره. طبعا في الطبيعه الحمام اجمل وارقى، وفي حمام يعني والله في ناس شافوا الحمام في الطبيعه قال لك والله ما بتعرف تصور حمام. حمامه في الطبيعه اجمل. ايوه فعلا، حجمها في ناس بتطلع الحمام وهم، تيجي تشوف الحمام تلاقيش حاجه حمام. طبعا. فدي طبعا ده انا بعتبره طبعا يعني غش، ما فيش كلام فيه، يعني ربنا يعافينا. انما تتفرج على الحمامه في طبيعتها بالنسبه لك دي افضل. بالظبط، احسن كتير طبعا. طب بنسال حضرتك برضو عن الالوان اللي هي الفرعيه اللي احنا ما اتكلمناش فيها، زي مثلا البديري، زي الميلي بار اللي هو السبربيلي مثلا، زي الكريزلي، الحاجات دي يعني ايه راي حضرتك فيها؟ والله شوف، يعني اي حمامه ثابته، يعني انا الكريزلي اللي هو الابيض في الاسود دوت، انا ما اعتبرتوش بيت، لان هو فرد حمام ممكن يبقى راكب في الوان. تمام. انما البديري اللي هو الاخوه في ليبيا بيسموه فوطي او الكريمي او الكريم بار، ده حمامه لما بتيجي تنتجها لو انت مركب جوز عند بعضك على بعضه، عندك انت الحمامه بتنتج عارف هتنتج ايه. انما انا مش عايز اربي جوز انتجه انا مش عارف ايه الزغلول اللي طالع هو لونه ايه بالظبط، مستني تستكشف. يبقى دي كده مشكله. انا عايز اربي جوز ابقى انا عارف اللي طالع لون الاب ولون الام. تمام. الجين بقى قوي الجين ضعيف، اللون هو اللي انا عايزه. انما انا بربي جوز على بعضه، انا مستني اللون يطلع ايه، واللون المره دي غير اللون اللي بعدها غير، لا حاجه مش ثابته. فانما اللون البديري موجود في مصر من زمن،
من عمر شفته. تمام. الكريمي موجود، الدبك اللي هو الاصفر موجود، الوان تانية ايه اللي هو الابيض في الازرق اللي هو سموه في ليبيا الترومبيت. تمام. حمامه موجوده من زمن، موجوده. في برضه اللي هو البلاك تيل والريد تيل اللي هو الديل بيبقى مختلف عن الجسم. ده بعيد عن الشقلباز شويه. لان انا ما جربتوش ان انا الحمامه بالنسبه لي شقلباز يعني تتشقلب يعني تلعب. تمام. ده شقلباز. طب والقوقازي الثاني؟ القوقازي من فصيله الشقلباز، بس انا ما طيرتهاش. على فكره الكلر بيلعب، بس ما اعرفش تعرف المعلومه دي ولا ابو الدهب ده بيلعب، البلومي بيلعب. يعني الكلر هيد بيلعب بالشقلب، عشان الناس ما جربتش ان الطياره. فاذا الناس لو هي مش عارفه ان الكلر بيلعب، الكلر شقلباز. تمام. كلر هيد شقلباز. لا انا قصدي القوقازي برضه فيه قوه شروال. القوقازي فيه شروال قوي، فيه لون قوي، بس انا ما اعرفش القوقازي ما طيرتوش. هل هو دي حمامه مش بتاعتنا؟ دي حمامه جايه من بره. هل هو الحمامه دي جايه داخله من عن طريق مثلا سوالو ساكسون؟ ما اعرفش. تمام. لا طيرت ده انما ما لهاش اي صله من بعيد ولا من قريب بالشقلباز المصري. لا ما لهاش ده، لا 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 لا. ولو دخلت على الشقلباز انا اظن ان هي هتبوظ في جماله. تمام. يعني الحمامه دي هتبوظ في جماله. ليه؟ لان هي يعني محتواها غير محتوى الشقلباز خالص. الشكل العام اصلا مختلف خالص. ايوه. حمامه جميله، اكتاف حمراء، اكتاف سوداء، اكتاف صفراء، جميله. تمام. مش هنقدر نتكلم عنها، خلقه الله عز وجل، بس انا ما ينفعش ادخلها على شقلباز، يبقى انا كده ببوظ الحمامه. بالظبط. يعني انا عايز اوصل في الاخر ان الحمامه لما تطير تشقلب خلاص يبقى كده شقلباز. تمام يا حاج محمد، وصلنا لنهايه الحلقه معاك. الله يحفظك. ومش عارف اقول لحضرتك ايه، والله انا بتشرف بحضرتك جدا، وشرف ليا ان انا صورت معاك. والله ازددت شرف بيك يا محمد ونورتني. انا اصور في الشقلباز مع الحاج محمد عباس ده حاجه انا اعتز بيها والله في اي وقت. والله ربنا يخليك يا حاج محمد. عشنا الحلقه مع حضرتك. الله يحفظك يا حبيبي.